الخير ينبت الخير، والشر ينبت الشر، وعين العدالة لا تنام. حالة من الحزن سيطرت على أهالي قرية خمارة التابعة لمركز أيتي البارود بمحافظة البحيرة عقب مقتل المعلمة تدعى حمدية وتبلغ من العمر 52 عاما. المحبوبة من الكل، كانت بتساعد الكبير والصغير، ولها أعمال خير ملهاش عدد في القرية ومركز أيتي البارود بالكامل. بتلك الكلمات بدأ محمد علي من أهالي القرية حديثه لموقع الوطن عن معلمة البحيرة. يوم الجريمة انتظر المتهم بجوار منزل المجني عليها حتى تأكد من مغادرة ابنيها، ليصعد بعدها مباشرة لسرقتها، ومن أن التقاها حتى وجه لها عدة ضربات لتسقط أرضا، فقام بسرقتها وإشعال النيران في الغرفة محاولا إخفاء معالم الجريمة. لحظات قليلة وانتشرت النيران في أرجاء المنزل، وتصاعدت الأدخنة لتجذب انتباه أهالي القرية الذين توجهوا للمنزل سريعا، ظنا منهم أنه حريقا نشب في المنزل، وتمكنوا من إخماد النيران والعثور على جثة المعلمة. ومن هنا وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الواقعة، وتوصلت التحريات إلى أن المتهم يدعى شوقي مقيم بقرية جبارس بذات المركز، وجرى ضبطه. وبمواجهة المتهم اعترف بارتكابها الجريمة نظرا لمروره بضائقة مالية، مشيرا إلى أنه علم أن المجني عليها بحوزتها أموال كثيرة ومشغلات ذهبية، حيث كان نجل المجني عليها خطيبا لشقيقته، وتم إنهاء الخطبة منذ فترة. وأضاف المتهم أنه قرر سرقة المجني عليها فقام بالذهاب إلى قرية خمارة التي تبعد عن محل سكنه باستخدام حماره، مشيرا إلى أنه انتظر حتى تأكد أن المجني عليها بمفردها. وحينها دخل المنزل وقام بضربها عدة ضربات مؤكدا أنها سقطت أرضا، فقام بسرقتها وأشعل النيران في الغرفة لإخفاء الجريمة. هكذا قتلت معلمة البحيرة. انتظروني في حلقة قادمة، وإلى لقاء آخر إن شاء الله.